يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن إنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبنا؟ اليوم راح أسوي لكم أكلة مو غريبة، وإنما يعني أعتقد الأكثرية مسويها. هي أكلة إيرانية، تحديدا أحوازية. تعرفون بعد الإيرانيين دائما يخلون على الأكل شبنت، على المرقة، على التمن، دائما يحبون الشبنت. المهم، أني غسلت اللهانة بالمي والملح هالشكل، غسلتها فتحتها هالشكل نصين وغسلتها بمي وملح. نقعتها بالمي والملح بعدين غسلتها، بعدين ثرمتها هيك. والبصل مثلها بالضبط. شوفوا، عندي هنا صدر دجاج. احنا الدجاج نعوف الصدر لانه شويه خشن وما حد ياكله. وعندي هنا البهارات، بابريكا باردة، 7 بهارات، كاري، هذا ماجي لحم، تبدو الماجي دجاج خلوه، الماجي طيب الاكل. البهارات الكاري والسبعة أنا مسويتهن، بس هذا البابريكا لا، مو أنا مسويتها. هاي البابريكا مدخنة، جبتها من السوق، موجود بابريكا مدخنة. حبايب قلبي، هسه راح نبلش نطبخ طبختنا. الطبخة اسمها تمن لهانة. ماكو تمن باقلة، اكو تمن عدس، اكو تمن ماش. هاي تمن لهانة تحديدا باسم اللهانة. خلينا نشوف تمن اللهانة شلون ينطبخ. حبايب قلبي، طبعا عندي يعني شوفوا، عندي قلت لكم اليوم ما عندي مسواق، شفت لهانة عندي، وعندي من البارحة باقي باقلة بالثلاجة مسلوقة ووشلتها وضمتها، وبعده هالموجود هذا صدر دجاج موجود والبهارات موجودة. قلت خليني اسوي لي طبخة اليوم من الما موجود، ويقولون الجود من الموجود. حبايب قلبي، ننتقل للطبخ انا وياكم. حتى انكه الاكل استعمل الزبد الحيواني، زبد العرب. شوفوا، راح اخليه يذوب شويه، خليت له دهن. طبعا الزبد تدرون بيه مي، يعني مو بس زبد بس دهن، يصير وياه لبن. هذا راح يصير كلش طيب بين ما يذوب على نار ناصيه ويا الدهن. خليت زيت شويه يذوب واخلي محتوياتي. هنا عندنا شوفوا بدأ الزبد يذوب. هسه راح اخلي اقوى شيء شنو بالحمص هو الدجاج، لانه البصل بسرعه. راح اخلي الدجاج وهمينه اغطيه حتى يستوي كله سوا واحد، يسوي استواء واحد. راح تقولون دهن هوايه، لا مو دهن هوايه، لانه هذا نصه مي يعني لبن، راح يصفى، مو كلش هوايه دهن. هسه راح اغطي عليه واتركه لحد ما تقريبا يستوي الدجاج بالتقلى. بعدين اذل البصل. وهنا شوفوا تقريبا الدجاج يعني صار ابيض، بدا يستوي. راح اخلي له البصل، اخلي البصل واخليه بعد يحمس ويا البصل. هنا عندي تقريبا حمس البصل، بس ما حمس ذيك الحمسه، يعني تقدرون تخلون له بصل اخضر بس تكثرون يطلع طيب همينه، متحالفين يصير طيب. هسه راح اخلي له البهارات بكل شكل، خاشوقه ما تكون مو ترس مسح. طبعا هاي البهارات البابريكا هاي اعتقد خالين عليها صبغ، يعني شوفوا تصير حمرا، مو شرط هي تصير حمرا. راح نحمسها شويه
وبعد ما نحمسها نخلي عليها اللهانة. اللهانة قلنا نقعها بمي وملح ومغسولة، وراح اخليها تذبل على المكونات هاي اللي حمستها. باعوا شلون اخليها تذبل بسرعة؟ اذبلها ملح، شوية ملح، راح اغطيها، راح تذبل تاخذ طعم البهارات والبصل واللحم. شوفوا ما تروحها بسرعة اللهانة، بسرعة ما اروحها. شوفوا هنا عندي ذبلت اللهانة، راح ابقى احمس بيه، ما اتركها، ابقى احمس باللهانة. شوفوا هنا عندنا اخر شيء اخلي الشبنت، واذا ما عندك شبنت مو مشكلة، عوفيها فقرة الشبنت، بس احنا جماعتنا كلش يحبون الشبنت، ربعنا بالدولمة لا، لذلك كان حتى تجميده جمده يعني وضمه جامد. صحيح هي الفوائد مالته تقل بالتجميد، بس هو طعم يبقى طعمه طيب. هم راح اخليه مقبق لحد ما يستوي عندي التمن، واشوفكم شلون راح اصبه. عندنا بعد الباقلة بالاخير، لان الباقلة مستوية وروحها مايعة، بالاخير ها الباقلة مو مشكلة اذا تخلين مكانها حمص، مو مشكلة اذا تخلين مكانها لوبيا حمراء، مو مشكلة يعني، لا اي بقوليات، بس هي بالباقلة كلش طيبة. وهنا اخر شي خليت الباقلة، بعد اخر شي هاي الباقلة حتى لا تنمرض خليتها وطفيتها. بقى التمن باعش حالاته صار، خليه يكمل واصب لكم. هم الجورتي فافون والتبسي فافون وكل شي فافون اطبخ به. عندي الجورة تدرون، بس انا احب الفافون حبايبنا. شوفوا هنا كمل التمن، شوفوا شلون حلو مستوي ونثر يجنن. هذا تمن الحصة. وهنا عندي الحشوة هاي كاملة، بس راح اشوفكم شلون راح اصبها. هنا عندنا هذا تمن اللهانة كمل، ينصب هيج، ينصب مخبوط، ينصب بأي طريقة، هو شكله حلو وطعمه طيب مجنن. هسه اقول لكم مع السلامة، وعلينا وعليكم بألف عافية.